طيبة من التنوير. النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو جالس بين أصحابه يقول أنس: أقبل رجل يجر خطاه، قد سقط حاجباه على عينيه من شدة الكبر. شفت تجاعيد الوجه لما تكثر يبدأ الواحد يبين عليه الكبر. يقول: يتكئ على عصاه حتى وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وهو إلى ذلك ما ترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لوسعتهم، فهل لذلك من توبة؟ شايب كبير كل أتى معاصي، أنا ألحق أتوب في وقت عندي للتوبة ولا خلاص خربت علي؟ ولو بتوب المفروض أتوب وأنا شباب، بس لما خلاص أنا على عكازي جيت أتوب، فهل لذلك من توبة؟ فرفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه إليه قال: هل أسلمت؟ يعني أنت تبت الآن وندمت على ما سبق ودخلت في الإسلام؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: قد غفر الله لك. قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: وغدراتك وفجراتك. يقول أنس: فولى الرجل ظهره لرسول الله عليه الصلاة والسلام ومضى وهو يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال: فمن قطع صوته حتى خرج من المسجد. سبحان الله. الرجل الذي قتل 99 نفسا في الأمم السابقة ثم بدا له أن يتوب. شوف، ما في أحد نقول هذا ميؤوس منه. رجل قتال يقتل 99 نفس، صغار كبار، يتم أطفال، رمى النساء، ذبح صغار، ثم أراد يتوب. فسأل قال: يا جماعة دلوني على واحد عالم أسأله يجوز أتوب، كيف أتوب؟ فدلوه على رجل عابد، ما هو بعالم، عابد راعي صلاته. فأقبلوا إذا هذا العابد يتعبد، فقال: لا، أنا قتلت 99 نفسا، لي توبة؟ نظر إليه العابد قال: 99 نفس؟ لا لا، ما لك توبة، ما لا يمكن يقبل الله توبتك. 99 نفس من يجد حقها، يطلع حقها الأيتام وهالمساكين، ما لك توبة. فطعنه، قتله، قتلها العابد. ثم مضى يفسد في الأرض، ثم بدا له أن يتوب. شوف الإيمان شغال. فسأل عن أعلمه الأرض فدل على رجل عالم، جاء ودخل مكان عندها العالم وجلس. أنا عندي سؤال. نظر إليه العالم إلا وجه واضح أنه صاحب معاصي وقتل وجرايم تخيل واحد قاتل 100 نفس، أكيد سيتضح عليه ذلك. صحيح. قال: أنا قتلت 100 نفس قتل، هل لي من توبة؟ فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ أنا مش رب العالمين اللي أحدد أقبل توبتك ولا لا، اللي يحدد يقبل توبتك ولا لا الله. ما أحد يقدر يمنعك تدخل على الله. أنا ممكن أمنعك تدخل بيتي، أمنعك تدخل على الملك، تدخل على الأمير، تدخل على الرئيس. الله ما أحد يستطيع أن يمنعك من الوقوف بين يديه، في ليل، في نهار، في سماء، في بحر، في ظلمات الأرض. تستطيع وأنت غايص في البحر تسجد بين يدي الله. ما أحد يقدر يمنعك، يحول بينك وبين الله، ما يقدر. من يحول بين أصلا، من يقدر يمنعك من التوبة؟ سؤالك نفسه خطأ، هل لي من توبة؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ لكن أنت في أرض فاسدة، ما دام قتلت 100 نفس ما أحد وقفك، معناه كل الأرض قتل وما قتل وظلم. لكن اذهب إلى الأرض الفلانية فيها قوم يعبدون الله، اعبد الله معهم، غير بيئتك. فمضى ثم مات في أثناء الطريق، ونزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فاختلفوا فيه. ملائكة الرحمة تقول هذا أقبل تائبا، وملائكة العذاب تقول أصلا ما عمل خيرا قط، كيف تدخلونه الجنة؟ هذا ما سوى خير، إلى الآن ما وصل إلى البلد الطيب. فأنزل الله تعالى ملكا ثم حكم له بالجنة وغفر الله تعالى له. والله جل وعلا يرضي أولئك، إذا كان لهم حقوق عليه يرضيهم الله تعالى يوم القيامة. ولذلك يا جماعة ليس أعظم ذنبا من الشخص الذي ييأس الناس من توبة الله عليهم. صحيح. ما يجوز أنك تقول للناس أنت معصيتك هذه، أنت والله ما يدخلك الله الجنة، هذا حرام. صحيح. لا تحول بين الناس وبين، لا، مش أنت اللي تحدد الله يقبلهم ولا ما يقبلهم، الله اللي يحدد. بل النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن 2 من بني إسرائيل أخوين، كان واحد منهم يتعبد وصالح والثاني صاحب معاصي.
فصاحب الصلاح كلما مر بأخيه على معصية يشرب خمر ولا أعوذ بالله يزني ولا كذا، يقول له تب إلى الله، اتق الله، حرام عليك. فيقول له هذاك ما هو بشغلك، دعني وربي، ما هو بشغلك، ليس شغلك. فهذا يوم من الأيام العابد أعجب بنفسه، أنا طالع مصلي وهذا قاعد يشرب خمر. ثم مر العابد بهذا العاصي وقال والله لا يغفر الله لك، والله أن يدخلك الله النار، يعني والله لن يغفر الله لك. فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي؟ يعني من هذا اللي يتحكم فيني أغفر لفلان ولا ما أغفر لفلان؟ أنت اللي تتحكم، أنت اللي تحدد، أنت اللي تسيرني اغفر لهذا واترك هذا. من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت ذنبك وأحبطت عملك، كل أعمالك فسدت بهذه الكلمة. يقول ابن عباس قال كلمة أفسدت عليه دنياه وآخرته. شوف لما أعجب بنفسه ورأى أن الله تعالى لا يمكن يغفر لهم. ولذلك الله جل وعلا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام، يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يغفر لهم عبادة الأصنام؟ نعم. يغفر لهم شرب الخمر؟ نعم. يغفر لهم ما قد سلف. طيب زنا يغفر لهم. طيب وعنده معاصي يغفر لهم ما قد سلف. شوف كيف الباب مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ليش؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب زنيت يغفر الذنوب جميعا، شربت خمر، تعاطيت مخدرات، لعبت على بنت وكذا، أنا سويت كذا، أنا عملت، يغفر الذنوب جميعا. ليش؟ إن الله هو الغفور الرحيم. كيف تغفر لنا؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ارجعوا، أنيبوا، استغفروا، انطلقوا، آسفين يا رب، يا رب سامحني، يا رب تب علي، يا ربي أنا غلطت، أنا أخطأت، ما في رب غيرك ولا في خالق سواك، يا رب سامحني، يا رب اغفر لي، يا رب تجاوز عني. إن الله يغفر الذنوب جميعا. ليش؟ وأنيبوا إلى ربكم. إذا الواحد دخل الباب ووقف بين يدي الله فالله تعالى يفرح بتوبته. الله مع غناه عنا وحاجتنا إليه، وهو الرب ونحن العبيد، وهو الخالق ونحن المخلوقون، ومع ذلك يفتح الله تعالى أبواب الرحمة ويعرضها على عباده. لكن من الذي يستطيع أن يدخل إليه؟ للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.